يومان ويحل علينا شهر مبارك، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه وتعالى على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطايات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فلنستقبله بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه، والمسابقة فيه إلى الخيرات، والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى كل خير لنفوز بالكرامة والأجر العظيم. برنامج مكارم رمضان يطل عليكم بحلقته الثانية، والتي بدأناه قبيل بدء شهر رمضان الفضيل، ليتسنى لنا تقديم كل ما يمكن حول كيفية استقباله وما علينا القيام به خلاله. وبناء على ذلك يسعدنا أن نستقبل في حلقتنا اليوم عدالة قاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو للإجابة على أسئلتنا وأسئلتكم، مع التنويه أن ليس في الدين عيب أو حرج خلال السؤال، ويمكنكم الاستفسار حول أي شيء خلال الحلقة على الرقم 71 369 307. بعد إذنك شيخ حناخد شوية اتصالات إذا حدا بحب يسأل أي سؤال. مولانا بشرفنا تكون معنا، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمكم بهذه الحلقة لحتى نحكي شوي عن رمضان وكيف نستقبله خلال قبيل بدءه. يعني الله يبارك فيكم، وإن شاء الله رمضان مبارك، وكل عام وهذه الأمة وهذه البلاد بخير حال، ويكون رمضان إن شاء الله يقدم علينا بكل الخيرات والبركات، فهو شهر الخير وشهر العطاء وشهر الصلة، وبإذن الله تعالى يكون قدوم هذا الشهر يحل به الخير والفرج عن هذه الأمة بإذن الله تعالى. نهنئ أبناء هذه الأمة وأبناء منطقتنا بهذا الشهر الكريم، ونهنئكم أيضا إن شاء الله تعالى عودا مباركا لهذا الشهر المبارك. أمين. ماذا يعني أن يحل علينا شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان عندما يهل علينا فهذا خير عظيم وكبير، وهو شهر يحمل معه كل العطاءات المباركة. شهر رمضان عندما يدخل على الأرض أو على البشرية يحمل معه أولا بشرى وتذكيرنا بمناسبة القرآن الكريم. أول ما نزل القرآن في رمضان، فكانت هذه الرسالة السامية المباركة التي نزلت علينا، وبهذا الشهر يحدث فيه تغييرات هائلة في الكون. يعني رمضان عندما يدخل مش إنه والله أيام كأي شهر من الشهور يشبه سواه، لا أبدا، هذا الشهر فيه تغييرات تكون على كل المستويات. نحن كمجتمع نتغير، شوف نحن بنغير عادتنا في الطعام، نصير ناكل في أوقات معينة، نجتمع في طاعاتنا في أوقات معينة على صلاة التراويح، كلنا في وقت واحد ممسكون عن الطعام، فبتلاقي الحركة الاجتماعية نفسها والعادات الاجتماعية تغيرت، نمط التزاور يختلف قليلا،
يدخل إلى ذلك أيضا مسألة أنه تغير على مستوى الكوني. يعني الله سبحانه وتعالى قال لك إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. مفهوم الرحمة الواسعة التي تشمل كل شيء، يعني هذا كناية أنه فتحت أبواب الجنان، يعني شو؟ أبواب المغفرة، أبواب القبول، أبواب المثوبات. وغلقت أبواب النيران، أنه المغفرة أتت في هذا الشهر بشكل كبير جدا. فلذلك رمضان شهر للتغيير الهائل وأعظم. يعني في كل ذلك هناك عظمة عجيبة، وهي الهدف في رمضان. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن رمضان عندما يدخل فإن هذا الشهر هو المدرسة التي تنمي فينا الإرادة. إرادة أن تستطيع أن تقول لرغباتك ولشهواتك وكل الأمور التي تستعصي عليك في الدنيا: أنا أستطيع أن أنتصر عليك، وأستطيع أن أتجاوز الأزمات التي تأتي أمامي، لأنني عندما منعت نفسي عن أعظم الشهوات، طعام وشهوة البشرية الحيوانية التي غريزة الإنسان يمتنع عنها، وكل الرغبات يمتنع عنها. هذا الإنسان عندما يتدرب 30 يوم على هذه العادات، على هذا الخلق، يستطيع بإذن الله أن يتجاوز كل ما يأتي في وجهه في هذه الحياة. يعني هو امتحان، هو مدرسة. هو مدرسة عظيمة بكل ما فيها من تربية وأخلاق ورفعة وتكريم. نعم. بعد ثبوت شهر رمضان، هلال شهر رمضان المبارك، ماذا علينا أن نفعل؟ نعم، عندما يهل الهلال، وإن شاء الله يهل علينا جميعا بالخير، عندما يهل الهلال علينا أن نسارع إلى أن نتخذ عدة خطوات. أهم هذه الخطوات النية. هذا نحن كلنا متفقين لأنه ركن من أركان الصيام. النية، أن ننوي، نويت صيام هذا الشهر. والنية عادة أصل الإنسان أنه ينويها عن الشهر كله، وبعدين برجع كل ليلة بيجددها. هذا الأصل في النية. وبعد النية يبدأ يرتب برنامجه. أنا عندي في كل ليلة عندي قيام ليل، صلاة تراويح. أنا في كل ليلة إما في مسجد أو إما في مسجد معين، وإما في عدة مساجد أختارها حتى أقيم الليل. ما قدرت في بيتي أقلها 8 ركعات غير الوتر. هيدا برنامج رمضاني يبدأ من أول ليلة. طيب، وردي من القرآن، هل أنا على هذا شهر القرآن؟ إذا هلأ ما عملت صلاة مع القرآن أمتى بعمل الصلاة؟ فمن ضمن إذا أهل الشهر لازم إنه أحضر ورد من القرآن. غالبا الناس بتقول لك جزء في اليوم، في ناس أكثر، في ناس أقل، وإن شاء الله نكون ممن يغتنمون. في مسألة كمان تانية اللي هي أنا شو بدي من رمضان؟ يعني أنا بعرف الله قال لي هذا الشهر سأغفر لك، وهذا الشهر سأقبل دعاء منك، ما هيك؟ طيب إذا الله سبحانه وتعالى وعدني بالقبول، أنا شو الأشياء اللي بديها من الله؟ نعم. فأنا بحضر الدعوات والطلبات اللي بدي إياها من أول ليلة. بدي أعرف حالي أنا عندي 30 يوم ألح على الله وأطلب من الله إنه يا رب أنا أريد كذا، يا رب أنا أريد كذا، أريد يا رب هداية، أريد أولادي، أريد كذا. كل الأمور التي أحتاجها أحضرها مع أول ليلة. فبرنامج رمضان من أول ليلة يكون جاهز. لذلك أول ما يثبت الشهر هدول كله بده يكون حاضرين. أنا مع أولادي شو هأعمل، أنا في ترتيباتي شو هأعمل. ما نكون يعني عم نروح لاتجاه إنه والله شو هناكل، شو هنحضر أطعمة وأنا هنسهر. رمضان ليس لذلك. نعم. رمضان لموضوع التغيير والانتفاع والاستفادة. نعم. إذا ندخل شوي بموضوع الخصوصيات، يعني نبدأ بالمرأة. بعض النساء تتطهر قبل الفجر بوقت يسير ولا تستطيع أن تستحم، كيف يصح صيامها؟ نعم. هلا نحن عنا شغلة لازم نكون كلنا عارفينها. إذا جاء الميعاد على المرأة ولو لحظة في نهار رمضان فسد الصوم وخلص عليها الإفطار. طيب، أنا جاها طهرت قبل الفجر بوقت يسير، ما لحقت تغتسل، بتصوم ولا لا؟ تنتظر حتى تغتسل؟ لا، الصوم الاغتسال هذا سيكون حكمه للصلاة، أما للصوم فيصح الصوم حتى لو لم تغتسل. مجرد أنها انقطع عنها الحيض تستطيع تحضر نيتها، تقول نويت الصيام، وتدخل ممسكة في هذا اليوم، وهذا اليوم احتسب لها بإذن الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب لتأخير الدورة الشهرية حتى تتمكن من الصيام؟ أي بعض النساء بيفعلوها، يقول لك حتى الصوم مع الناس ما يكون حتى مش خلال الصيام، أيضا حتى أيام فترة الحج وأيام العمرة. نعم. هلا يصح، والصيام طبعا مقبول بهذه الحالة مع عدم تفضيل ذلك. يعني
لأنه قد يستتبع ذلك بعض الإشكالات الصحية كأنه الأطباء ما كتير بينصحوا الواحد دائما يعود حاله عليها، ولكن مع صحة الصوم وصحة الفعل يعني إن شاء الله. إذا ننتقل شوي لموضوع الأدوية، ما حكم القطرة التي توضع في العين والأذن والأنف؟ القطرات هذه معروفة، كل الناس المرضى يحتاجون يستعملوا القطرة. قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف هي يصح استعمالها، لا تفطر، لا تسبب في الإفطار، ولكن بالتحديد قطرة الأنف الإنسان ينتبه إذا ما محتاجها كتير يتجنبها، لأنه إذا استنشق بقوة ودخلت كمية كبيرة قد تتجاوز الحلق. هلا ممكن يحس بطعمتها بتمه ما مشكلة، أهم شيء أن لا يبتلع الكميات الكبيرة، يحاول يضل حريص حتى لا يقع في أنه يدخل إلى جوفه شيء منها. الحقن العلاجية في العضل والشريان وتحت الجلد. نعم، الحقن المتعددة الأنواع سواء شريان، وريد، جلدية، كل الأنواع هذه لا تفطر إذا كانت للعلاج. بدنا ننتبه إذا كان فيها غذاء، يعني مثل المصل، هي بيعطوك شيء من السكر، هالقضايا كلها مفطرة إذا دخلت، لأنه غذاء. يعني لأنه الأصل في الصوم أنه الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب اللي هو في معنى الغذاء. فإذا هياخد إبر فيها غذاء لا، هذه مفطرة يعني مفطرة الصوم. طيب جهاز التنفس الذي يضعه بعض الناس، جهاز التنفس. نعم، في ناس عندها مشاكل تنفس بتحتاج لجهاز تستعمله. هذا الجهاز الأصل أنه ما في مشكلة، وسواء يعني هن كذا نوع من الأجهزة، كأنه الفقهاء لما تكلموا عن عدة أنواع، هذه فتوى معاصرة يعني تكلموا فيها في المجمع الفقهي. لا يصح أن الإنسان يحط جهاز تنفس ولا يفطر، ولكن فينا ننتبه من حالة واحدة هي فيها خلاف، اللي هي المستشفيات. لما تروح على مستشفى يحطوا لك جهاز تنفس، كأنه الجهاز التنفس اللي بحطوه بالمستشفيات اللي بيكون موصول يبدو على أجهزة فيها كمية بودرة يبدو أو رذاذ، يعني بيكون شوي كبير. هيدي فيها اختلاف، لأنه قالوا كمية البودرة اللي بتكون تدخل معها شوي مرتفعة نسبتها. فإذا الإنسان يستطيع أن يتجنبها هذه بالتحديد كان بها، ما قدر يعني في رأي أنه كمان لا تفطر. ولكن الجهاز اللي بنحطه بالليل وشو اسمه ما في مشكلة، صار كتير درج بقلب البيت، ما في مشكلة، هذا لا يفطر. نعم. طب مريض الربو إذا تعرض لأزمة ربو، هذا كتير، هذا ملح هذا الموضوع. تصاص الربو، بخاخ الربو البخاري ما عندنا مشكلة فيه أبدا. بخاخ الربو في نوع بخاخ ربو يأتي بودرة، هذا البخاخ الربو البودرة كمان في اختلاف عليه بين الفقهاء. يبدو في كتير من الفقهاء قالوا لا، لأنه بودرة ممكن يكون سبب الإفطار، وفي فتاوى معاصرة حديثة أيضا بعض الدراسات أنه هو لا يفطر. فأنا هيدي الأشياء إذا الواحد بيقدر يكتفي ببخاخ الربو والغازي أفضل يكتفي به. ما قدر محتاج للآخر وعنده حرج في أنه يعيد الأيام، فينا نعتبر أنه يتجاوز عنه. نعم. طب مريض السكري اللي بياخد أبر الأنسولين، هلا مريض السكري أولا نحن ندعوه إلى استشارة الطبيب دائما، هذه المسألة أساسية. السكري مريض السكر يحتاج إلى طبيب يستشيره، أنا بقدر صوم ولا ما بقدر صوم، لأنه هو بده يحدد له. بيروحوا على عدم الصيام، كثير بيلعب هلا نحن في كلامنا مع أطباء يعني قسم اللي يبدو مرضى السكري إلى 3 طبقات، 3 أنواع. يعني النوع الأول اللي هو غالبا إذا يعني ما أخذ شيء من الغذاء بيهبط السكري معه وبيعمل له أزمة، ممكن يصل إلى غيبوبة. صحيح. وغالبا هذا الإنسان بيقولوا الأطباء أنه آخر 3 أشهر بيختبروه، إذا آخر 3 أشهر ما إجته نوبات انخفاض السكر بشكل كبير بيمشي حاله، إذا لا عم تنخفض بشكل كبير ما بينفع شو اسمه. في ناس قال ممكن تصيبه في احتمالية ولكن عالية، كمان هذا بنقول له لا ما بيصير تصوم. في النوع الثالث اللي هو قال لا قليلا ما تأتيه، يعني هذا آخر 3 أشهر ما اجته نوبة هبوط سكري، وقليلا ما انه ممكن تجي هذا بنقول لا وجب عليك الصوم حتى يكون في حالة أخرى انه تحس حالك تعبت أو شيء. طبعا في كل الأمور مثل ما قلنا استشارة الطبيب، وفي كل الأمور ما بينفع التهاون في الموضوع الصحي، وما بينفع واحد يكون بيعرف حاله أنا أتضرر
ممكن أوصل لحالة الغيبوبة وإذا بيقولوا يعاند ويصوم. ما جعل عليكم في الدين من حرج وليس على المريض حرج. وليس على المريض حرج. على أن تستتروا. إيه طبعا هذا موضوع كل المفطرين يعني بأعذار عليهم أن يستتروا. نحكي شوي بآخر الحلقة عن هذا الموضوع، وضروري يعني نحكي فيه. نعم. لأنه في ناس بتتباهى إنه أنا مفطر. للأسف. نعم. البلغم والنخامة هل يفطر؟ هذا كثير بنسأل عنها، لأنه سبحان الله خاصة هلا أيام ناس تمرض مرشحة مقربة كذا، حس حاله إنه دائما في بلغم عم بيطلع في كذا، بقول لك أنا ما أقدر أحترز دائما عنه، أو على الأقل يصير منه طالما هو لا يحترز عنه ما بيقدر يظهره ما في مشكلة. نعم. فما بدها مشقة كبيرة ما الإنسان يحس حاله عم يتورط بشيء كبير، يعني ما في مشكلة أبدا. سؤال، بنكون خلال الصيام إجمالا بنشف ريقنا. نعم. بنشف كتير ريقنا، ونحن بنعرف إنه حتى بأيام الصيف أكتر من هلا إنه فيكم تتمضمضوا شوي. هل يجوز؟ يجوز. وتقولي لي كمان يعني فاضل أقول لك طب أنا حسيت إنه الرطوبة دخلت. ما فيها مشكلة مما عفي عنه. هو نحن بنتوضا وبنتمضمض، شرط انه ما يبالغ غرغر ومدري شو، بعدين يقول لك بلعت، لا هذا خلص كل شوي يفوت اتمضمض لانه نشف ريقي. لا اما والله انه صار باخر مرحله من المضمضه مثل ما بتوضا وبتمضمض واستنشق، وهيكون في رطوبه جوا دخلت اكيد، ولكن هذا مما يعفى عنه يعني. نعم. بعض الناس يشكو أنه عندما يتمضمض للوضوء يشعر أن هناك شيء من الماء ربما نزل إلى نفس المسألة هذه اللي ذكرتها، أنه دخل حس بالرطوبة، ولكن هذا يعفى عنه. استخدام فرشاة الأسنان ووسائل التعقيم هذه كلها من الأمور اللي كتير تثار، أنه أنا بدي فرش أسناني في نهار رمضان أدى على الفجر وبدي فرش أسناني وبحس بطعمتها، هذا ما في مشكلة أبدا الشعور والطعم. المهم أنا ما بلعت السائل هذا. أنا مضمضت وجسمه واحترزت ما استطعت وظل في نوع من النكهة في الفم لا بأس به. ومن ذلك أيضا السائل اللي منعش اللي بحطوه بالتم، إذا الإنسان غرغر به وجسمه رجع بعدين دخل مي وطلعون ما في مشكلة أبدا. أبدا يا مع أنه طعمته قوية صحيح. أهم شيء ما يبلعه طالما هو عم بيبلعه، طالما هو داخل الفم. أيوة لم يدخل إلى الجوف. يعني أنا في الصباح فرش أسناني ما في مشكلة أبدا. ما في مشكلة. يعني أنا ما بعملها. هلا كثير ناس بيعملوها يقول لك لأنه أنا بحب أشرب مي بعدها، بس إنه هي ما فيها شيء أبدا. نعم. خوف كمان. الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الجلطات. نعم هذا الذبحات الصدرية اللي عندهم مشاكل قلب لا بأس بها، ولكن هيدي برضه لأنه حبة تنحط تحت اللسان كأنه بتدوب شوي. قال الفقهاء إنه إذا بقي منها شيء من آثارها الأصل إنه يرجع يمجه ما يخليه يبلعه. نعم طالما مستطيع، أما إنه هي نفسها من مفطرة. نعم. طيب الصائم إذا أكل أو شرب نسيت. هلا هني برمضان الناس بقول لك أكلنا شربنا بينسى. طبعا الناس أصلا برمضان بقول لك خلق أكلت وشربت ناسي، بس برات رمضان الناس بفكروا إنه إذا أكل وشرب ناسي ما بالصح. هو الأكل والشرب ناسيا في رمضان وغير رمضان لا يفطر. برمضان بغير رمضان لأنه هي في شيء عند الناس بيقول إنه برمضان ما بتفطر، بس بغير رمضان في النوافل بدك تفطر. لا يفطر أبدا. عم تسهل كتير علينا مولانا. هو الدين يسر 100%. طيب إذا بدنا نحكي عن إخراج الزكاة في رمضان، الزكاة لأنه موضوع كتير مهم. طيب هنراجع مع بعضنا بس هلا شوية أحكام للزكاة لأنه مهمة هيدي. هلا خاصة دار فتوى أصدرت تعميمها بتحديد نصاب الزكاة كمال كنقد قد هو. طبعا نحن عنا كل من ملك مالا بلغ الحول اللي هو حددته دار الفتوى بالنسبة للذهب $7,900 أمريكي، وبالنسبة للفضة $506 أمريكي. يعني هو الواحد بده يختار أي النصابين يستعملهما، هن 2 نصابين فضة وذهب. عادة الناس بتعتمد في بلادنا على نصاب الذهب اللي هو $7,900 هلا حددته اللي هو 85 جرام ذهب. يعني من ملكه ومر عليه عام كامل سنة كاملة مرقت، هلا في ناس بتحب تخرج دائما زكاتها في رمضان، فاما اخرها واما هلا جاء وقتها في رمضان عليها ان يخرج 2.5% منها لاصناف الزكاه التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى.
طيب هذه الزكاة واجبة ولا هي واجبة ركن كأنها كالصوم، ما بينفع أبدا ويأثم الإنسان، بل يعني هي البركة فيها، بركة المال في هذه الزكاة، وهو مال مستحق للفقراء، مستحق لأصحاب الحاجات أن يدفع لهم. أنت ما صاحب فضل، أنت الله بيكرمك أن تخرج هذا المال لأنه هو رزق الله لك، فعليك أن تخرج هذا الجزء منه. فرمضان اليوم كتير ناس بحبوا يأجلوا زكاتهم في رمضان حتى يطلعوها، وأنا أنصح هون بشغلتين. الإنسان يحط خطة تقسيم المال، يعني أنا بقسم مالي، في جزء منه أكيد لأقاربي وأحبابي وإخواني، جزء آخر مفيد جدا يعطى للمؤسسات الزكوية اللي هي وكيلة عن الناس، واللي بتقدر تقوم بأدوار معينة لصرف الزكاة في حاجات قد تكون نحن كأفراد ما كتير بنلحظها، لأنه في أشياء في المجتمع الزكاة متقسم على 8 أصناف، مش بس فقير ومسكين، في سبيل الله والغارمين وكل هذول كلهم، وابن السبيل، كل هذول هم من زكاة المال. نحن بنشوف الزكاة في مجتمعنا شوية محصورة فقير ومسكين، لا هي أكبر من هيك بكتير. فلذلك من المفيد جدا أنه يعني الإنسان يعرف يستفيد بأكبر قدر من زكاة ماله. وصدقيني بدراسات بسيطة جدا انعملت وإحصاءات، لو كلنا أخرجنا زكاة مالنا لن يبقى في بلادنا أي فقير، لأنه المال موجود في بلادنا. ما عم بحكي لا رحنا على الخليج ولا رحنا على أي مكان، المال الذي بين أيدينا إذا أخرجت زكاته 2.5% فقط كافي أن تكفي كل الناس في بلدنا وتجعلهم بلا حاجة. على أن نخرج هذه إن شاء الله. ونحن ندعو الناس والله أنه يكونوا عندهم هالنخوة. طبعا في ناس بيعملوها طاعة لله، يكون فيهم هالنخوة والشهامة أنه التكافل الاجتماعي، هذه الزكاة تكافل اجتماعي مش عملية فرض، هذا تكافل اجتماعي لازم نعمله كلياتنا. نحن اليوم عفوا بنجامل بعضنا بهدايا يمكن يكون أكثر من زكاة مالنا بعض الأحيان. يا أخي روح، هذه الله أمرك بها وهي بركة مالك وبركة حياتك وعافيتك، فتصدق بها. نعم. بدنا ننتقل لموضوع الصدقة، صدقة الفطر. صدقة الفطر بدنا نوزعها وكيف؟ الزكاة على كل السنة. صدقة الفطر لها وقتها يبدأ من بداية رمضان، وأفضل الوقت لها هي قبل الخروج إلى صلاة العيد. يعني الواحد إذا بيقدر يأخرها يأخرها، ما بيقدر يأخرها لا يطلعها من أول الشهر، ما في مشكلة، حتى لا ينساها. لأنه في ناس بيجوا يأخر يقول لك والله شيخ نسيت، خليني لحق هلا طلعها، بيركض بده يطلعها. كمان حددها دار الفتوى ب400,000 ليرة لبنانية زكاة الفطر، على الإنسان يخرجها عنه وعن كل من يعول. أنا مين في عند بيتي؟ أنا زوجتي أولادي، كل من أنفق عليهم، عندي خادم أنا أنفق عليه بدي أطلع عنه. أمك وأبوك إذا كانوا ما، والدي ووالدتي إن كنت أنا من ينفق عليهم أنا أطلع عنه زكاة الفطر، فبدي يطلع 400,000 عن كل واحد منها، وهذا أقله 400,000 يعني أقله 400,000. نعم. بعدين يعني شو بيطلع من نفسك إذا كنت قادر؟ صحيح. هلا ممكن تقولي لي بقى في ناس أصلا هن هال 400,000 وضعا سيئا وبيجيني هيك أسئلة. شيخ نحن إذا بدي أطلع أنا عن عائلتي بيطلعوا هدول مبلغ. الله كلف من يملك قوت يومه وليلته، يعني اللي معه شوية مصاري يعيش فيهم هذا اللي مكلف. أنت لما يكون هتقضي معدم ما أنك مكلف بها. يعني الفقير ليس عليه. الفقير المعدم مش الفقير، لأنه إحنا في كتير ناس بيصنفوا حالهم فقراء بس هن مش فقراء. يعني نحن أيام يكون راكب بسيارة مرتبة وعفوا عندك بيت مفروش على فرش بتقول عن حالك فقيرة، هذا أنت يعني برضو يعني نحن شوي تعريفاتنا شوي مطاطة. طيب سؤال، المرأة اللي وصلت لمحل وتفطر تنفطر 5 أيام برمضان، ما قدرت صامتهم خلال هذا العام وأتى شهر رمضان اللي وراه وما صامتهم، شو عليها؟ طبعا هي الأصل أن تصومه في هذا العام. ما صامت تكاسلا مرضا يمكن شو اسمه بدأ تقضيه العام الذي يليه. هلا كمان عندنا بعض الفقهاء قالوا أنها عليها أن تدفع فدية مع القضاء. إذا كانت مستطيعة أنا أفضل الفدية، لأنها كأنها يعني هذه الفدية فدو، أي أنني يا رب أفدي أخطائي هذه بهذا المال، وهو يسير. لأنه فدية الصوم، لأنه هذه الفدية هي مثلا كيف كبير بالسن. اليوم واحد أنا مريض كبير بالسن ما بقدر صوم، شو بعمل؟
ولا يرجى برئي، مش انه والله بكره هروق، انا كبير بالعمر خلص يعني وصلت لمطرح هلا ما بقدر صوم، يعني بنشف جسمي، بقول لك الطيب ممنوع انت تصوم بهالعمر. هذا شو بده تطلع عن كل يوم فدية الصوم. فدية الصوم اللي هي 300,000 ليرة كمان حددتها دار فتوى كحد أدنى. فلذلك هيدا بده يخرج عن كل يوم الفدية. إنسان مريض ولكن مرض عضال، هيدا عنده مرض ممنوع يصوم. هلا يمكن بعد 10 سنين يروق، بس هدول 10 سنين من هون لوقت بده يكون أخونا هيدا عليك عن كل يوم فدية. وهون يجيني سؤال برضه أنا من عندي هفوت فيه، اللي هو طيب أنا 10 سنين كنت مريض، وكنت بهال10 سنوات ما عم صوم وعم بدفع فدية، بعد 10 سنين روقت شفيت، بقضيهم ولا ما بقضيهم؟ لا، أغلب أو الفقهاء قالوا أنه لا يقضيها، خلص أنه أنت كان هذا حالك وأنت دفعت الفدوى وخلص، لما بعد هالسنة بقى بتبلش تصوم صيامك العادي. فلذلك نحن هلا الواحد اللي ما بيقدر يصوم، أو السيدة اللي هي تركت هذا العام وراحت على السنة اللي بعدها حتى بدها تقضي هلا عن سنتين في السبب تقضيهم، وإن كانت مستطيعة يفضل لها أن تدفع فدية عن كل يوم. في مبلغ ولا هي بتحطه؟ 400,000 300,000 عفوا حد أقل قلناها. طب عندي سؤال هون على الفيسبوك، ما حكم الذين يصنعون يوميا طعام الإفطار ويضعونه على طاولة لتكون مأدبة إفطار للمحتاجين؟ جيد، عم بفطر صائم، من فطر صائما كان له مثل أجره، فهو كأنه عم بياخذ أجرين وثلاثة وأربعة وعشرة، بالعكس هو مدعاة إنه الإنسان يفطر الصائمين. وخاصة يعني شوفي رمضان حلو فيه شغل عدة أمور، منها السعة على الفقير، وطعامه من أجود الطعام وأفضل الطعام الذي ممكن يأكله، لأنه إحنا مفيد نحسس حالنا وأولادنا. وأنا هون كمان أدعوها لما يجي رمضان لازم رمضان نزين له، نبتهج بهذا الشهر، هذه شغلة حلوة. فلازم هيدا رمضان شهر بهجة، نبتهج بمغفرة الله سبحانه وتعالى لنا. نحن كل يوم الله هي في عتقاء، يعني يمكن تيجي ليلة أنت أستاذة خديجة عتقتي من النار لأنك عملتي عمل طيب أو عملتي نية حسنة، فالله أكرمك. ففي كل ليلة لله عتقاء من النار، فما حدا منا بيعرف هو في هذا اليوم هل كان من أصحاب هذه الجائزة أو لا. ويبنى على ذلك أنه أنا طيب إكرام الناس أو دعوة حتى الأقارب إلى إفطارات، هذه من العادات الجميلة جدا، أنه أنا مفيد أنه أدعى أقاربي على أفضل الطعام الممكن، وهذا الذي ليس فيه تبذير بإذن الله تعالى، لأنه أنا لما عم بدخل السرور على قلب الناس هذا إن شاء الله أجر به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. كنا بالزمان نجتمع كتير، يعني العائلة تجتمع، أعزمني وأعزمك، كل يوم يعني تمرق أيام عن جد كل يوم ما حدا يفطر ببيته أو معزوم أو عازم. يمكن هيدي العادات قلت يمكن مع الحالة الاقتصادية، يمكن أو ما بعرف إذا الناس صار عندها نوع من إنه لا ما عادش بدي أعمل واجبات هالقد. نعم صدقتي، يعني احنا كان في السابق المجتمع اكثر تقاربا، الاقارب مع بعضهم كانوا يهتموا، يعني حتى مش بس افطار والسحور ايضا. نعم. كانوا يجتمعوا على وجبات السحور، حتى نروح نشرب قهوه صحيح قبل ويعني ونحن في هيك في شبابنا الاول اذكرها تماما كيف كانت العائله تتواصل بشكل كبير. شو اسمه، هلا المشاغل والايام عم تخلي الناس يروحوا الى مكان اخر، ولكن أنا أدعو من يستطيع أن يبقي هذه الصلة إن شاء الله تكون له أجر، لأنه صلة الرحم من أعظم المثوبات، فما بالك أنه صلة مع طاعة ومع نية تقارب مع الأهل في رمضان، فإن شاء الله مثوبة أكبر وأكبر إن شاء الله. طيب بدنا نحكي عن الفدية التي يخرجها من لا يستطيع، حكينا عنها يمكن شوي بس إنه نعم هذا تكلمنا عنها. نعم. نشوف إذا عنا أسئلة. في عندك مثلا مسائل؟ عفوا تفضلي. لا كنت عم شوف بس إذا حدا سألنا شيء على الفيسبوك. نعم. هلا في مسائل اللي هي مثلا في واحد بقول لك شيخنا أنا مضطر عند حكيم أسنان، بروح ولا بروح؟ بفطر إذا رحنا، هذه الأمور ما فيها شيء.
الشرط انه ما تبلع، تجنب انك تبلع طالما عم تتمضمض وتظهرن وش اسمه. والبنج ما بيفطر، سواء بنج من خلال الابره او بنج حتى العمليات اللي بياخذوه من خلال جهاز البخار اللي هو بنيموه للانسان. هلا موضوع التنييم، هلا العمليات عندنا صغيره بهالايام. اول اشكال شوي بالتنييم اذا نام النهار كله من اول الفجر لغروب الشمس، اختلفوا الفقهاء انه يقبل منه هذا اليوم ولا بيعتبر انه هذا ما صامه، خلاف. ولكن العمليات هيدا البنج التخدير هذا ما بفطر ابدا. هلا اللي بده يروح على المستشفى ويعمل عمليه اكيد مش حيكون سعيد، هيكون قدرته بكون عنده عذر كمان يعني. ما انه شوف سبحان الله، هذه يمكن عم نقولها نحن نظريا صحيحه، ولكن في ناس يتمسكون بالصيام يعني خاصه كبار السن. اشهد انا لبعض الاقارب انه كبير السن يعني الحكيم عم بيقول لازم يفطر، هو ابدا مصر انا ما بدي افطر. ففي ناس يعني عندها حتى في ناس مرضى، يعني مرضى بيكونوا ان كان سكري او ضغط او شو ما كان، افطار. افطار ما الله حلل لك. وهذه مسألة مهمة. طب أنا أعمل أعمال شاقة، هذه مسألة كتير تطرح. أنا شيخنا بشتغل بالعمار بالباطون، يعني أنا بوقف بشمس أيام، بحمل أحمال ثقيلة جدا، بفطر ولا لا بصوم؟ هيدول الناس برضو لهم أحكامهم. سبحان الله، هو كل شيء له أحكامه. الله سبحانه وتعالى جعل كل عمل له أحكام خاصة. هذا الإنسان الأصل أنه يصوم، وصل لوقت من المشقة والتعب أنه خلص صار أصبح في حالة فيها ضرر شديد عليه، نقول له لا روح افطر، انت خلص انت عم تتضرر. قبل الضرر لا بحق له يفطر. وعلى ذلك كتير مسائل من هذا القبيل. نفس الشيء المريض، كل واحد مريض بيفطر؟ لا، ما كل مريض بيفطر. قال لك المريض اللي بيفطر هو الإنسان اللي مرضه إذا صام بيتأخر الشفاء أو بيزيد هالمرض أو بسبب له ضرر أكبر، هذا بنقول له ساعتها افطار. اما مش كل مريض بيفطر، مش اول على بكره والله انا مقرب منخاري مسكر بفطر، لا. ما ينقال انت ما بحق لك تفطر بهذه الطريقه، انت واجب عليك تصوم. الى انه والله يجي الحكيم يقول لك لا لك، والطبيب هون اللي بحددها او اهل الخبره المعروفين انه بقول لك هذا المرض بيزيد اذا انت صمت، لازم تاخذ ادويه معينه فافطار حتى تاخذها، او لازم تاخذ سوائل معينه او ادويه معينه. نعم. موضوع السفر، يعني كانوا بالأول السفر كان عبر الجمال أو عبر كان يمكن كنت إنه إذا فترة طويلة يفطر. هلأ صار السفر حتى مسهل جدا، يعني كنت بدك تروح من هون على تركيا مثلا بدك ساعة ونص ساعتين بتكون واصل، منك بحاجة إنه تفطر، مع إنه بتكون المسافة طويلة. مش حكمة. شوف العلة عندنا، يعني ما هو عنده لما تبنى الأحكام بدها علة. يعني السفر والمشقة، أنت بقدر أقول مشقة، أنت بقدر يعني موضوع المشقة يعني نسبية بين حضرتك وبين حضرتي. مثلا أنا اليوم إذا يمكن طلعت 10 طوابق بقول حالي هيدي مشقة، يمكن حضرتك تطلع 20 طابق تقولي هيدي مشقة، 10 طوابق منه مشقة، فهي متفاوتة. فالعلماء لما اجوا يضبطوا المشقة اللي هي اللي بتجيب رخصة السفر، وجدوا الضابط لها اللي اتفقوا عليه بالاخر هو المسافه. فقالوا الانسان اذا يعني قالوا سفر يوم وليله، وقالوا اللي هو اخر شيء قدروها ب 81 او 83 كيلومتر. هيدا الضابط اللي بنقدر كلياتنا نعتمده. فاي سفر فوق هذه المسافه بالنسبه لنا يبيح انه الانسان يفطر. ولكن القران قال لنا وان تصوموا خير لكم. فأنا أفضل أن نصوم في رمضان. في النوافل لا، المسافر الأفضل أن يفطر. في رمضان المسافر أفضل أن يمسك ويكون صائما. بل إذا دخل إلى بلد وهم صائمون وهو مفطر، يعني المطلوب أنه أن يمسك، ما يأكل، هو يتضامن معهم، يكون معهم. فأنا شغلتي في السفر إذا كان عندي 81 كيلومتر وما يزيد أنه أنا أفطر، وما في بالعكس هذا ليه أنا أخذ بهذه الرخصة. في فرق بين الطيارة والقطار والسيارة؟ لأنه مثلا أنا الوالد الله يرحمه كان يسافر بالتريلا، فبس ما كان ما يفطر، ومسافات طويلة يعني مثل هون على السعودية مثلا ما كان يفطر، بس أكيد المسافة بتحلل له إنه يفطر. صحيح.
بالطيارة المسافة بين الطيارة والفرق بين الطيارة والسيارة فرق كبير طبعا، والمشقة مختلفة تماما. ومع ذلك سواء بالطيارة أو بالسيارة أو يمكن بكرة في شيء أسرع منهما، طالما هذا المسافة عم يقطعها له حق أن يأخذ هذه الرخصة. هي مسافة. هو الضابط عنها هو المسافة. هلا في بعض الفقهاء قالوا أن يشترط أن يعني يسافر قبل الفجر، إنه مش يكون خلال النهار، بس هذا كلام يعني فيه آراء يعني. عندي سؤال يمكن جاوبنا عليه، ما أعرف إذا يمكن يكونوا مش سامعين. إذا ما قادر يدفع 300,000 شو بيعمل؟ نعم، هذا معروف. الفقير اللي وضعه يعني صعب مثل اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعني افتعل خطأ، شو اسمه، اللي هو جامع زوجته في رمضان. أنا تعرف هذه الأشياء من أيضا ما بجوز الإنسان يجامع زوجته في نهار رمضان، وعليه كفارة مغلظة. فهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فقال له عليه الصلاة والسلام أنه عليه قضاء. قال له لا أستطيع. قال له طب أخرج شيء. قال له والله ما على لابتيها أفقر من أنا، واحد أفقر واحد بهدول الناس، ما بدي شو اسمه. فقال له آخر شيء روح احتطب وجيب شوية تمرات. قال له فجاب التمرات. قال له يا رسول الله أنا أحوج واحد فيهم كلهم لحتى. قال له أطعمها لعيالك. فشوف ديننا في هذه الأمور فيها تسهيل ويسر، إنه أنت هالقد فقير، ما خلص المال لك، ما نطالبك بإخراجه يعني خلاص. ما زال فتحنا موضوع الرجل والمرأة، كيف ما حكمه يعني العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية في ليل رمضان لا بأس بها أبدا، ما فيها مشكلة أبدا. هي الإشكال عنا في نهار رمضان. ولو يعني واقع الإنسان زوجته في رمضان عليه الكفارة المغلظة اللي هي عليه صيام شهرين، يعني عقوبتها قاسية. فبد الإنسان يتنبه أنه لا يقع في هذا الأمر في نهار رمضان. عليها وعليها يعني هي عليها إن كانت إذا كانت هي لها دور في الموضوع كذلك عليها. نعم، فعقوبتها قاسية جدا. أنصح الناس أنه تنتبه حالها بهالمواضيع، لأنه بالفعل مسألة قاسية عقوبة يعني، وتبريراتها منا موجودة يعني بدك تشوفي لها تبرير، ما دائما إلا مخارجها حقيقة. كان عندي سؤال عن المرأة والرجل عليهم أن يستحموا قبل صلاة الفجر بهذا الموضوع. الاستحمام نفس الحائض والنفساء. إذا دخل الفجر وهن ما زالوا على جنابتهم شو بيعملوا؟ هلا كمان نحكي قصة الجنوب. نفس الشيء الجنوب نام فاحتلم فاستيقظ حاله على جنابه. طب أنا شو بعمل؟ تغتسل للصلاة، ولكن هذا لا يؤثر على الصوم. الصوم لا يؤثر فيه أن يكون على اغتسال. الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومعنية هذا هو الصوم. موضوع أنه أنا اغتسلت ما اغتسلت، هذا لأنه بدك تغتسل بدك تصلي، فعليك واجبات معينة غير الصوم بدك يعني تأديها. في شيء معترف أنه لازم نستحم قبل صلاة الظهر عشان نصلي للصلاة لازم نستحم. هو بس موضوع الصلاة، سواء عن جنابة، سواء نفساء وخلصت نفاسها، سواء في ميعاد حيض انتهى ميعادها، في كل هذه الأمور. نعم. بظن حكينا عن كل شيء ممكن نحكي عليه فضيلة الشيخ. يعني هذا الأحكام الصيام كتيرة. إذا بدك تناقش في كل شيء كتير الأحكام. مع عدد من المشايخ خلال هذا الشهر ممتاز. عدد من القضايا اللي حنفتحها خلال هذا الشهر حتى نحكي أكثر عن هذه القضايا برمضان. إن كان الصيام، إن كان الزواج، إن كان حيكون عنا عدد من بصح الزواج في رمضان. نعم، في ناس عندها نقول لك الله برمضان ما بتزوج، ما فيها شيء. زواج في رمضان يصح كسائر الشهور. سؤال بسمعه كتير إنه في أشهر حرم، هذا بعيد شوي عن الموضوع. أشهر الحرم لا يصح الزواج فيها؟ لا، بيصير عند أهل السنة والجماعة بيصير. نعم. أنا كمان مشهورة بتجينا حتى على المحكمة يجوا ناس يقولوا شيخنا عن جد مزبوط نحن بحق لنا الزواج. هلا أخي ما في وقت. يعني محرم ومحرم. لا ويتزوج في كل الأشهر، ذي الحجة ذي القعدة بكلهم. هو فقط
المحرم قالوا لا يتزوج، والكلام هل يعقد ولا لا يعقد، موضوع العقد بصح ولا لا مسألة كتير مختلفة تماما يعني. فلا ما أبدا ما في عنا أبدا أي وقت يحرم فيه. شو بيجيكم ممكن حالات كقضاة شرع بتأثر على يعني بتكون ملفتة إلى حد ما، أو ممكن تفكر فيها كشيخ تجاه قضايا المجتمع؟ ايه. هون يعني على غير موضوع الصيام صحيح. حقيقة، هذا موضوع جدا مهم ومفيد ينعمل فيه بعض الحلقات الإرشادية. شوف، من أبرز الأمور، أنا هلأ بالتحديد قاضي متخصص بأمور الأطفال، أو جزء كبير من عملي هو في قضايا الأطفال، الحضانة والمشاهدة. كتير عنا إشكالية إنه الأهل لما بيختلفوا مع بعضهم كل واحد يبرر لنفسه أفعاله، وياما الأولاد ولو لم يعبروا لنا بيكونوا ضحايا بيننا. يعني أنا من كم يوم كان عندي جلسة، الأولاد نص هون ونص هون، نص مع البي ونص مع الأم، هيدا بده يقاطع الأم وهيدا بده يقاطعوا البي. دخلوا في صراع نتيجة إنه الأهل صاروا يعبوا براس أولادهم، فصاروا طرف، صار حولهم لأطراف. وهيدا من أخطر الأمور اللي بتعمل هدم للأسرة. بقولوا نحن أنتوا ما صاروا بيناتكم، خلوا أولادكم خارج هذه الخلافات. موضوع الغضب اللي بيسيطر على بعض الناس وشعور انه هن لازم يفش خلقهم باي شيء بيطلع بوجهن، او هن فين يتصرفوا حتى لو تجاوزوا الحدود المنطقيه والاخلاقيه. هيدي مساله كتير مهمه. نحن اليوم عم نفقد اخلاقياتنا شيئا فشيئا، مش حتى مش بس اخلاقياتنا، حتى شهامتنا. في بعض الاحيان عم نفقد شهامتنا اللي هي الاصل، انه الانسان منا يعني هذا الاسلام هو دين الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، رسالة أخلاقية كاملة. ما بينفع يجي أب وأم أخذوا قرار تشكيل أسرة وتكون أسرة مع بعضهما البعض، عندما يختلفوا يكون النتيجة تدمير هذا الكيان على كل الشركاء فيه، حتى على أولادهم. يعني عندي حالة لولد، أهله قالوا الشيخ اسأله هو بده يكون مع مين، كل واحد منهم فكر إنه الابن بده يكون معه. لما شفت الابن عم بسأله، الابن ما مسترجي، قال لي إذا بتريد اوعى تقول لحدا منهم أنا شو بدي. قلت له بس أنا محتاج، بدي أسجل على محضري إنه عارف أنت وين بدك تروح. مش عارف حاله، يمكن لا عرفان، خايف يقول، ما بده يزعل هيدا ولا بده يزعل هيدا، بس اثنيناتهم عم يشدوا فيه. فتخيل لما الولد يوصل إلى مكانه أو إلى مكان يصبح خايفان يزعل أهله ونفسه، ما عارف كيف يتصرف. فهيدا قديش الأزمة النفسية اللي بيكون عم بيعيشها، قد التعب النفسي كل ما فتح معه الموضوع. لما ابوه يقول له مثلا تعا معي وهو ما بده يروح بس رايح غصبا عنه، او امه تقول له تعا معي وهو ما بده يروح. فنحن من ايام عم نتجاوز كل الخطوط الحمر في العلاقات نتيجة خلافاتنا. لما عم نختلف عم نستبيح كتير اشياء. الخصومات والخلافات الى حدود، والانسان الواعي هو اللي بيعرف يحط الخصومة في موضعها، ما يفجر فيها. لأن من صفات المنافقين إذا خاصم فجر. فكذلك نحن عندنا كتير ببيوت هالمشكلة. إنسان ما بده يقوم بواجباته، ما بده ينفق على عياله، يقول لك دبر حالك. شو دبر حالك؟ ما أنت الله أوجب عليك. يعني عفوا نحن بنقول لهم القوامة شو هي؟ إنه الله أعطاك قرار الإدارة الأول، هلا هي شريكة في القرار، بس أنت الله أعطاك القرار الأول. مقابل شو؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. يعني أنت تنفق، إذا عم تنفق لشو؟ هي وياك شركة، خلصت العملية. فاليوم واحد بده يعمل رجال وما بده ينفق، وهي بدها تعمل ست وبدها تشبه بالرجال. يعني عم نخلط المفاهيم على بعضها، وهذا بحاجة إنه إحنا نعيد بلورة رؤيتنا وتنظيم الأسرة وتركيباتها حتى نعرف إلى أين سنذهب. لأنه الأسرة إذا بخير نحن كلنا بخير. الأسرة إذا فيها أي وضع مختل، المجتمع كله عم يختل. إذا بدنا نوجه هيك، نطلع بالكاميرا ونتوجه للناس، نعطيهم مجموعة نصائح صغيرة على شكل سريع لاستقبال شهر رمضان. نعم. يعني أنا بالنسبة لنا كمسلمين، شهر رمضان هو شهر الخير والبركة والرزق والأنوار والعطاءات والإصلاح. يعني كل من لديه تعب في نفسه
جاء الموسم الذي يستطيع أن يرتاح فيه. كل من لديه حاجة جاء الموسم الذي يستطيع أن يأخذ حاجته. كل من يرى من نفسه تقصير، أنا يمكن ما بصلي بشكل كافي، هلأ موسم الصلاة، عود نفسك. كل من يجد أنه مع القرآن ليس له عهد أو ليس له ورد ثابت، اليوم وقتك حتى تعود إلى القرآن. القرآن مش مجرد كلام، هو كلام الله، خطاب الله لك. الله شو بده منك؟ عم بيقول لك بالقرآن، حطيت لك اياه هون بالقرآن حتى تتلو القرآن، وهو في شهر القرآن. وتأكد إذا أقبلت على الله شيئا يسيرا، أول فترة برمضان ممكن تحسها صعبة، إنه أنا هلا بدي صوم وهأتعب ولازم نام ولازم ضيع وقتي. إذا أخذت قرار أن تتغير في رمضان، وإنه غير حالي في رمضان، وإنه ابدأ خطوة أو علاقة جديدة مع الله، صدقوني من جاءني يمشي جئته هرولة، كما ورد في الحديث القدسي، ما هيك؟ ومن جاءني بقراب الأرض خطايا جئته بقرابها مغفرة. لو شو ما عندك ذنوب وجئت يا رب أنا تبت إليك الآن في هذا الشهر وأنبت وأقبلني عندك، ستجد من الله خيرا عظيما. أنوار رمضان لا يعلمها إلا من عبد الله في رمضان. اللي بيعبد الله رمضان ويتوجه بصدق إلى الله بيعرف شو عنات لما يغادر رمضان. كانوا سلفنا الصالح قبل رمضان ما يجي يقعدوا يدعوا الله أن يأتي عليهم رمضان لما فيه من خيرات، ولما يغادرهم يقولوا بس يا رب اقبل منا ما فعلناه في رمضان لما فيه من أنوار وخيرات. رمضان فيه من الأنوار والبركات والخيرات. وأنا يعني إذا كان المجال إذا تكلمت عن قصص لإخوان لي في رمضان تبدل حالهم إلى أحوال عجيبة وشاهدوا مشاهد عجيبة ورأوا من الأنوار والروحانيات شيء العجيب. يعني أذكر كنا نعتكف في بعض مساجد الإقليم، وبعض الأخوة يعني يجي 10 أيام، كنا شباب كنا 10 أيام نفرغهم، كان بعض الأخوة يخرجون من المساجد صدقوني كأنهم غير دنيا، يقولوا يا ريت بضل رمضان ضلنا بهالمساجد. مش تنبله، الحمد لله عندهم أعمالهم وأصحاب مؤسسات وناجحين، ولكن الأنوار التي ممكن أن تجدها في هذا الشهر، لأن الصيام هو يمنع الشهوات، الصيام يربي النفس، الصيام تزكية، قيام الليل هو توجه إلى الله، القرآن نور وبرهان وإشراق. فلذلك إذا استطعتم أن تغتنموا فهذا الشهر أقبل، اغتنموا ما استطعتم، استفيدوا من هذه الأيام. إذا بقلبك شيء تجاه أحد من إخوانك هلأ خلصوا في رمضان، لأنه هذا الشهر إن غادرك وأنت كما أنت خسرت خسرانا مبينا. وإذا استفدت منه في هذا الوقت سيكون مكسب عظيم جدا جدا جدا. أخواتنا وأخواننا ما تضيعوا وقتكم وإياكم والملهيات، والله بقضي وقتي على أفلام ومسلسلات كل الليل لا يقضي الفجر لنام كل النهار. لا لا يا أخي أبدا، ومطلوب أبدا ما بقول لك نام، ما حدا منعك من النوم حتى تتقوى يمكن على الطاعة، مش بتنام حتى تتقوى كيف تشوف كم فيلم ارجع، ما بصير. السهرات اللي دايما بالطرقات على عفوا اراجيل وتسليات، يا اخي 30 يوم ينتفع منها، وهيدا الاراجيل وشو اسمه تضييع وقت وتضييع عافيه، تضييع وعافيه وتفكك اسري. يا اخي مطلوب منك هلا فتش كيف انك ما تسهر هالسهره في الشارع. ما بقول لك امتنع عن كل شيء، ولكن خفف، عود نفسك شيئا فشيئا انه تكون من أهل رمضان وتكون ممن ينتفعون من رمضان. ورمضان موسم سيكون فيه في كل ليلة، كيف نقول هنعمل مسابقة وكل ليلة هنربح واحد، لا الناس كلها بتركض، خاصة إذا قلنا الجائزة كبرى هنعطيكم والله 10,000 دولار، يمكن ما بعود عندك مطرح على التليفون يهدي 10,000 دولار محرزين. الله سبحانه وتعالى الذي ملك الملك وبيده الأمر كله قال لك في كل ليلة من ليلة رمضان هناك عتقاء في كل ليلة. والله هو الكريم لما يقول الله سأعتق، يعني عتقه عظيم وواسع، وما بتعرف مين من هالعصاة أو اللي بعاد عن الله مجرد يقول يا رب أنا تعبان بس ساعدني، يشمل في هذه العتقاء أن يكون من العتقاء وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ذنوبه عاد كيوم ولدته أمه، من قام رمضان احتسابا إيمانا واحتسابا كمان خرج كيوم ولدته أمه. مغفرة كاملة. فواحد عنده موسم مغفرة يعني عم تاخد جوائز هائلة وتقول أنا ما بدي، هذا بيكون أعظم وأسوأ
والعياذ بالله الإعراض عن الله، وهذا إثمه كبير وعاقبته وخيمة. نسأل الله أن نكون جميعا ممن ينتفعون ومن يستفيدون. وأمة الإسلام اليوم أحوج ما تكون من أي وقت مضى أن تقبل على مولاها، لأنه إحنا عم نشوف شو عم بصير فينا وين ما كان. شفنا كيف عم يقتلوا أهلنا وأحبابنا، عم نستضعف، أمالنا مهدور، ثرواتنا مهدورة، غيرنا بيجي بيتقاوى علينا بياخذ مالنا وبيمشي، ونحن ما عندنا إمكانات، عم بصير كل يوم إلى الأسوأ إلى الأسوأ. إذا ما الأمة توحدت على الله، متوحدت على عبادة الله، شو بوحدها؟ القرب من الله اليوم هو غنيمة ووحدة الأمة وعز الأمة في هذا الأمر. فزي بيقولوا نشمر عن ساعد الجد ونتوكل على الله، وإن شاء الله نكون جميعا من المقبولين، ويعود علينا أيام رمضان بالخير والبركات والقبول. آمين. أنا بدي أتشكرك كثير الله يسلمك على هذا اللقاء اللي عن جد لا يمل واحد منه. الله يحفظكم ومن كلامه إن شاء الله يا رب بينعاد عليك وعلى عائلتك وعلى يا رب. آمين. أبناء إقليم الخروب والأبناء كله والأمة الإسلامية أكيد. آمين. كلها بالخير والصحة والعافية. آمين. مشاهدينا، نحن حنطلع عليكم ضمن برنامج مكارم رمضان كل نهار أربعة الساعة 4. اليوم استثنائيا لأنه بعد ما بلش رمضان، ولكن نحن رح نكون معكم ضمن هذا البرنامج الساعة 4 ل4 الساعة 4 مع شيخ جديد أكيد، وحلقة جديدة الأربعاء الجاي إن شاء الله. رمضان كريم إن شاء الله. بعد يومين بنعاد عليكم بالصحة والعافية، ومن هلأ لوقتها تضلوا بخير.